كنت بحلم بيوم فرحي زي أي بنت. ما كنتش أعرف إني هلبس الكفن بعد ما أقلع الفستان الأبيض، وإني هتحرك من الكوشة للقبر، وكل ده بسبب جوزي وجهله بتفاصيل الحياة الزوجية. تعالوا أحكي لكم حكايتي. أنا أسماء ماجد العراقي، عندي 24 سنة، من محافظة الدقهلية. زي أي بنت بحلم بيوم فرحي وحياتي الجديدة مع حبيب عمري كريم، وكنت مستنية اليوم ده بفارغ الصبر. كريم كان بيشتغل منجد وبيعمل كل اللي يقدر عليه ليل ونهار علشان يوفر لنا حياة كريمة، وعشان ما كملش تعليمه كان جاهل في أمور كتيرة جدا، منها تفاصيل الحياة الزوجية. بس كنت بقول بيني وبين نفسي بكرة نتجوز ويتعود. كان كل أملي يتقفل علينا باب واحد ونعيش متهنيين. وبالفعل عملنا الفرح، وكانت ليلة ولا ألف ليلة وليلة. حبايبنا كانوا حوالينا في كل مكان، وكنا بنرقص والزجاريت مالية القاعة، والفرحة مسيعانا كلنا لحد ما وصلنا البيت. ما كنتش أعرف إني بخطي خطواتي الأخيرة في الدنيا. كريم أول ما وصلنا كان مستعجل علشان ياخد حقه الشرعي مني، وأنا كنت مكسوفة وحاولت أجلها لتاني يوم، لكنه كان مصمم وقال لي أنا مستني اللحظة دي من زمان. وفضلت رافضة شوية، لكنه إصراره غلبني. بدل ما يحتويني وياخد الأمور بالهداوة كان بيتعامل معايا بكل عنف، لدرجة إنه عمل لي نزيف حاد. بدأت أدوخ وحسيت الدنيا بتلف بيا وروحي بتتسحب، وكان هو مبسوط بنفسه قوي عشان فاكر إنه اللي بيحصل لي ده بسبب رجولته. فضلت أقول له بصوت منبوح الحقني أنا بموت، وهو ولا هنا، وعمال يقول لي بطلي دلع. فضلت أنزف على السرير لمدة 6 ساعات، ولما الدم بدأ يكتر حس إن في حاجة غلط. وفي الوقت اللي كريم كان فاكرني مغمى عليا أنا كنت بلفظ أنفاسي الأخيرة. حاول يفوق فيا أكتر من مرة لكنه معرفش، واتصل بالدكتورة القرية علشان تيجي تلحقه، وجت ومعاها حقنة لوقف النزيف. النزيف عمل لي توقف في كل وظائف جسمي، لحد ما كمان سبب لي توقف في المخ. وهنا جريوا بيا على المستشفى، وهناك حاولوا يسعفوني، لكن للأسف أنا كنت مت خلاص. كريم اتصل بأهلي وبلغهم الخبر، وعلى طول جم على المستشفى وخدوا تقرير فيه تفاصيل اللي حصل لي، وعملوا محضر في كريم اللي أول ما اتقبض عليه جاله انهيار عصبي، وفضل يقول أنا كنت فاكره غشاء البكارة، ما كنتش أعرف والله إنه نزيف. وهي الجملة دي اللي فضلت على لسانه. كان نفسي أكون موجودة دلوقتي وسطكم واتبسط بحياتي الجديدة، لكن كريم خلص السطور الأخيرة في حياتي بسرعة بسبب جهله. ادعولي بالرحمة.